بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة ينشر لكم ربكم من رحمته وربك الغفور ذو الرحمة آتيناه رحمة من عندنا وأقرب رحمة من ربك قال هذا رحمة من ربي 7 رحمات تبارك الرحمن إنها كافية لأيام الأسبوع. علمتني سورة الكهف أنه ولرب محنة في طياتها منحة، يركب سفينة المساكين فيخرقها، يلقى غلاما وحيدا فيقتله، يأبوا أن يضيفوه فيقيم جدارهم. أي خير هذا الذي يختبئ وراء كل هذه المصائب؟ قليل من الصبر فينكشف القدر، فإذا وراء السفينة لو صلحت ملك سيغتصبها، ووراء الغلام لو عاش والدان مؤمنان سيشقيان، ووراء الجدار لو لم يقام كنز لأيتام سيضيع. عجبا لمن يزور الكهف كل جمعة ولم يدرك بعد أنه لو كشفت سحب الغيب لنا ما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. علمتني سورة الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما، لا تأكل إلا طيبا ولا تطعم إلا طيبا فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. علمتني سورة الكهف: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصديق الصالح من إذا صاحبته تعلقت بالآخرة. علمتني سورة الكهف أنه لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين سبحانه، من يهدي الله فهو المهتدي. علمتني سورة الكهف أن الله الذي أمات أصحاب الكهف 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم بعد ذلك قادر على أن يحيي أمتنا مهما طال سباتها. علمتني سورة الكهف أن من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا قال بعدها إن شاء الله. علمتني سورة الكهف أن عذاب الدنيا مهما بلغ فإنه لا يقارن بعذاب الآخرة، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، نعوذ بالله من النار. علمتني سورة الكهف فانطلق أن النجاح يحتاج إلى انطلاق. علمتني سورة الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال احفظ الله يحفظك. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. علمتني سورة الكهف أنها نور بين كل جمعة وجمعة، وحفظ 10 آيات من أولها أو آخرها يحفظك من المسيح الدجال. علمتني سورة الكهف أن على المسلم أن يأوي إلى سورة الكهف تلاوة وتدبرا وعملا لينجو من أعظم الفتن، فتنة الدجال وفتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم. علمتني سورة الكهف: ولا يشعرن بكم أحدا. قال أهل العلم: يستفاد من هذه الآية مشروعية كتمان بعض الأعمال وعدم إظهارها. علمتني سورة الكهف أن أعظم علاج للنسيان هو الإكثار من ذكر الله، واذكر ربك إذا نسيت. اللهم اشرح صدورنا وتول أمورنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا اليقين بك والإخلاص لك.